بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض منهج الاي سي تي. الليسن نمبر 6 بيتكلم عن programming principles. كلمه programming يعني البرمجه، وكنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن كلمه algorithm، وقلنا ان algorithm هي عباره عن مجموعه من الخطوات اللي بيقوم بيها اي برنامج او الكمبيوتر عموما علشان يوصلك لنتيجه معينه. فكره بقى انك تحط مجموعه من الاوامر ومجموعه من الاكواد مع بعض، ده اسمه بروجرامنج. فيقول لي ايه؟ online animation and movies you have viewed and online games you have played، كل الالعاب اللي تلعبها والكلام من ده they were created by coding. طب يعني ايه coding؟ coding اللي هو التكويد او البرمجه is writing multiple algorithms. يبقى انت بتجيب مجموعه من الاوامر وتحطها مع بعض to make complete program. Just like people, computers speak different languages. You can create animation, movies and games by using coding. انت لو في الاجازه مثلا قاعد فاضي، ممكن تتعلم برمجه. البرمجه دي بتعرفك مثلا ازاي تعمل لعبه، وازاي مثلا تعمل انيميشن، وازاي تعمل مثلا فيلم كرتون. وممكن تستخدم موقع زي موقع code.org. there are many websites like code.org that help you to learn coding. انت ممكن تستخدم برنامج او موقع code.org، اكتب ده في السيرش هتلاقي موقع يعلمك الايه، يعلمك البرمجه. زي مثلا الميز، انك تعمل بالبرمجه دي، تعمل زي فزوره كده او زي متاهه، واللي قدامك يحلها او تخلي زمايلك يحلوها. ده سريعا كده درس بيتكلم عن الكودينج ويعني ايه برمجه، ومهم جدا انك تتعلم البروجرامينج، والدرس ده اسمه Programming Principles. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.